اجمل فطار ممكن تفطروا. بصوا، طاسه بيض تركي. انا بصراحه كنت بعملها دلوقتي للولاد، قلت لا لازم اصورها لكم بقى، تعالوا معايا شوفوها. بصراحة أنا الفكرة جات لي لما الولاد طلبوا مني أكل مختلف في الفطار، لأنهم زهقوا من السندوتشات إما جبن أو فول أو بيض. فأنا فكرت إن أنا أقدم لهم أكلة صحية، حتى لو هي بنفس المكونات بتاعت كل يوم، ولكن هتقدم بشكل مختلف وطعم مختلف. هيحبوها جدا، وفعلا حبوها جدا. أنا هسيب لكم الطريقة دي بالتفصيل، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها لو انتوا زهقانين من يلا الدايت. بسرعه ندوق. بصوا انا قررت اكلها في عيش بلدي عادي جدا برده، حلو جدا، مفيش مشكله خالص ان احنا ناكله حتى لو عاملين دايت يعني. بسم الله. هناخد واحده كده بقى مع الجبن مع البيض. بصوا ناخد معاها بقى الزيتون والحركات.